اهلا بيكم في تك ويز ماج وفيديو جديد من فيديوهات ازاي. والنهارده هنشوف ازاي انك انت ممكن تحجب الاعلانات اللي بتظهر وانت مشغل الابليكيشنز او وانت مشغل بتلعب حاجه، مثلا اي لعبه موجوده او بتظهر لك في البراوزر بتاع سفاري. تبقى بتلعب كده او بتتفرج على فيلم، تلاقي مره واحده اعلان ظهر. الاعلان ده يعني ممكن تدوس عليه بالغلط تلاقي اللعبه قفلت. فاحنا هنحاول نشيل الشيء المزعج دوت بكل سهوله. الاول هندخل على الاب ستور، هننزل الابلكيشن دوت. هو الابلكيشن الوحيد اللي بالصدفه وانا بقلب لقيته فري. اسمه اوبتيمال بلوك. تمام، انا حاطط اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو تحت. بعد ما هتنزله، كل اللي هتعمله انك انت هتفتح الابلكيشن وهتفعله. انا هوريك بس الاول قبل ما تفتح الابلكيشن وتفعله شكل الاعلانات ممكن يبقى عامل ازاي، واثبات ان هو بيشيل الاعلانات. ادي مثلا ده ابلكيشن بتاع افلام، في تحت اعلان اهو لو شايفينه الاعلان دوت. ولما باجي تشغل افلام وانا بتفرج على الفيلم الاقيه في اعلان ظهر، او انت بتلعب تلاقي مره واحده اعلان ظهر. هوريك بقى ازاي انك انت دلوقتي ممكن تلغي كل ده. هتفتح بلوك دوت، وكل اللي هتعمله انك انت هتدوس مرة واحدة اون. بعد كده هتيجي تفتح اي ابلكيشن تتخيله موجود على الايفون، مش هتلاقي جوه الاعلان اهو. هفتح هنا وهستناه يحمل. هبص تحت الاقي الاعلان فعلا اختفى، بعد ما كان اعلان تحت موجود مبقاش الاعلان موجود. والحركة دي بتشتغل على الواي فاي وعلى الموبايل داتا، يعني مش بس على الواي فاي. انت كل اللي انت هتعمله بعد ما فتحت الابلكيشن ده بتفعله مرة واحدة، وبتسيبه بقى مدى الحياة طول ما انت معاك التليفون. بتشده كده حتى اهو، وترميه في اي فولدر عندك وتنساه. لا هو بيأثر على البطارية، ولا هو بيأثر على الموبايل داتا، ولا على سرعة النت، ولا اي حاجة. اتمنى ان يكون الفيديو دوت عجبكم، وتابعوني على الفيسبوك وتويتر وانستجرام، وسبسكرايب في اليوتيوب تشانل عشان تشوفوا الحاجات الجديدة كلها. شكرا.